يعني انت صدق تحكي مهدي؟ قولي يا الله، ترى ما صار لك سنه من تزوجت، وثاني بنات الناس لعبته جاي تسوي. احكي لي شنو صاير وياك، احكي لي. والنعم بالله، بس انتم ما جاي تفتهموني. انا صار لي سنه متزوج، اعلم على شغلات البيت، اعلم على الشغلات اللي انا اريدها واللي انا احتاجها، بس بنيه ما جاي تفهمني. انا ناوي اطلق، ناوي اطلق. مهدي كان اختيارك هذا، تتذكر لو نسيت؟ قتلت نفسك على البنيه 5 سنوات تحبها، لو هي لو ما اريد. مشكلتك هاي تتحمل البنيه، وثانيا انا اختك وخاف عليك واريد مصلحتك. حاول تعلم البنيه بكل الطرق، انت تقول تعبت وياها، هاي مشكلتك بعد انت. جاي تذبون اللوم بيه؟ ها هي انا ناوي اطلق وما حد يتدخل بيه، ما حد يتدخل بيه. ها هي. يا بس تهدى بالله، هاي البنيه بعدها صغيره، يعني انت هسه تريد تطلقها شلون؟ يعني بنات الناس لعبه؟ اولا هي خوش بنيه، واهلها يا خوش ناس تعبانين عليها، يعني شو الضغط تصير لك الصر عليك بحلق اللي يسوى والما يسوى، والله الصر عليك بحلق اللي يسوى والما يسوى. بابا انتبه على بيتك، البنيه بعدها صغيره، انا اخوك الصغير وقاعد انصحك، انتبه يا اخي انتبه. باعوا لك ما تتدخلوا، ما له غرض، انت مجرد اخوي، ما تتدخلوا بارتي، وخذ من طريقي. لك مهدي، في عالم من ناية مهدي، يعني هسه الجيران تسمعنا شو تقول؟ ما احكي ياك اني، ولا تقول اختك كبيره ولا كانه يعرفني. لك مهدي، يا مهدي افتح الباب مهدي. حاط البنيه وبس يبسط بيها، يلا. ولا كانوا اهلها جابوها امانه وخلوها، ما سامع انت بامانه الله ورسوله لو ما تعرف. مهدي، يلا شو اسوي له هذا هسه؟ انت طالق طالق طالق، يلا طلع برا.